أعزائي مشاهدي موقع يلا نت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج يلا مع أبو سياف. بعد أن شهدت البلاد في الأيام الأخيرة الماضية موجة من الحرائق الطبيعية والغير طبيعية المفتعلة كما يدعون، الأمر الذي أدخل الحكومة الإسرائيلية في بلبلة وجعل اليمين الإسرائيلي يصف الحرائق بانتفاضة الحرائق. هناك من تعامل مع هذا الموضوع من ناحية قومية، فكانت تصريحات عنصرية، وكانت بعض الكلمات التي لم ترق لأحد، حتى أن هناك من ادعى بأن يجب حرق البيوت العربية. وهناك من تحدث بمسؤولية اجتماعية ودعا للتعايش العربي اليهودي، وكانت حيفا نموذجا للمدن المختلطة، فكان السكان العرب واليهود يستضيفون بعضهم بعضا في بيوتهم، حتى أن هناك بعض الحالات التي وصلت إلى بعض القرى المجاورة، فسكن من تضرر من اليهود في تلك القرى المجاورة. والموقف الملفت للنظر كان مشاركة سيارات الإطفاء التابعة للدفاع الوطني الفلسطيني، حيث أطفأ الكثير من الحرائق في حيفا ومنطقتها. الحرائق لم تقتصر على مكان، فهذه الموجة جاءت على نطاق واسع حتى وصلت إلى عدة مدن وقرى، منها الخضيرة وحيفا والقدس وأم الفحم وكفر ياسيف ونحف، وامتدت حتى وصلت إلى جنين ورام الله، وحتى أننا سمعنا أن هناك بعض الحرائق التي كانت خارج هذه البلاد في الأردن ومصر. أعزائي مشاهدي تلفزيون وموقع يلا نت، عن أهمية هذا الموضوع وتداعياته من حيث الوقاية، ضيفنا في الاستوديو الأستاذ كايد ظاهر، الناطق بلسان سلطة الإنقاذ والإطفاء للإعلام العربي في البلاد. أهلا بك. أهلا أستاذ. أستاذ كايد، طبعا الكل يتحدث في هذه الأيام عن الحرائق وما حصل وما قد يحصل. السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي جهوزية إسرائيل لحالات الطوارئ والحرائق؟ وهل فعلا سيعيد سيناريو عام 2010 نفسه؟ كرمل. يعني للأسف هو تكرر هاي المرة، يعني أجت الطائرة العملاقة من أمريكا وبلشوا يناشدوا الدول المجاورة. يعني طب 7 سنين كانوا. يعني اولا بدايه اخي عبد لكم الشكر يعني على هذا يعني اللي اتحتوا هذا المجال وهذه المقابله، وهي مهمه جدا لجميع المواطنين في البلاد، لا شك عرب يهود مش مشكله، ولكن اعتقد ابدا من الاخر. يعني اليوم نحن يعني بعد حاله تاهب، اعلنا حاليا انه حاله التاهب انتهت حاليا من صباح اليوم، وبالتالي اقول بان ما حدث هو من وراءنا. ولكن لا شك بان هذه الايام التي كانت في الماضي من حرائق، اكثر من 1700 حريق في البلاد بشكل عام، أعتقد بأنها موجة كبيرة من الحرائق. لن أدخل حاليا نتطرق في سياق المقابلة، ولكن حاليا تقول أو بدأت من الجاهزية أو جهوزية سلطة الإطفاء والإنقاذ. أعتقد بأن الهدف الأساسي بالنسبة لنا كان هو مهم جدا، وهذا الهدف أعتقد أنه تحقق من قبل سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية في هذه الفترة، وهو الحفاظ على سلامة المواطنين وعلى حياة المواطنين، ومنع وقوع حوادث أو ضحايا كما وقع في السابق، في خاصة في 2010 في تحدث في الكرمل. هنالك لم أعتقد يعني استخلصنا العبر، أعتقد كانت جهوزية، لم تكن جهوزية بالنسبة لسلطة الإطفاء في 2010، ولكن لا شك نجحنا في تحقيق هذا الهدف، وهو مهم جدا لكل مواطن في البلاد بأنه لم تقع أي ضحية لا سمح الله في هذه الحالات. حاليا الجهوزية حاليا نحن لا شك بأننا اليوم بجهوزية كاملة وغير ما كان عليه في 2010 في الكرمل. اليوم سلطة الإطفاء في توجه جديد، سلطة الإطفاء في برامج جديدة وبرمجة جديدة بعد نقله إلى وزارة الأمن الداخلي، وبالتالي لا شك الميزانيات التي حصلنا عليها هي اليوم تكفي وتعطينا الكثير. اليوم لدينا طواقم جديدة مهنية، تدريبات أخرى، سيارات أخرى، وأكثر من هيك طاقم طائرات ل 13 طائرة. كل هذا لم يكن في السابق، لا شك بأنه ساعد، وأعتقد بأنه قام بالعمل أكثر من 70% مما حصل هنا. لكن كانت هنالك مساعدات خارجية ضمن الاتفاقيات، وأعتقد بأنها ساهمت في نسبة قليلة اللي هي أكثر من 20-25%، بالذات في منطقة القدس وأيضا في منطقة حيفا. أستاذ كايد، خلينا شوي نحكي بشكل واقعي. يعني الأحراش التي في أستراليا، في بعض الأحيان نسمع أن هناك حرائق في أستراليا أشهر تمتد أشهر، ولكن يعني أحراش ضخمة جدا، يعني الحرش لا يقل عن كل مساحة الشرق الأوسط وزيادة كمان. مزبوط ولا لا؟ نعم.
يعني انطلبوا هيركوليس ومش هيركوليس او هاي الطائرات الكبيره بيقول انه، ولكن عندنا يعني كلياته جبل الكرمل. الجهوزيه انا احترمها وانا احترم انه هناك تحضيرات، لا ولكن شك، ولكن إنه يعني عبد امريكا، تركيا، اليونان، روسيا، هذا مهم جدا عبد. انا بقول لك شغلتين. الشغله الاولى، نحن بحاجه لاستعدادات وجهوزيه اكبر، وانا اوصي واقول دائما سلطه الاطفاء والانقاذ يجب ان تتقدم اكثر من برمجه جديده. نحن دائما يعني لا نكتفي بما لدينا حتى الان. اعتقد بان سنقوم باستخلاص العبر، ستكون هنالك ميزانيات اكبر، اعتقد بانه سيكون هنالك شراء طائرات اللي هي اكثر واوسع كما وصلت الى البلاد. ولكن بالنسبة لما حصل، لا شك بأن الخطوة التي اتخذت وكنا نحن ضالعين فيها أيضا وبدرنا إليها، يعني طلبنا هذا الشيء لسبب واحد، هو لمنع وقوع حوادث أكثر وإخماد حرائق في حالة يعني تأزم الأمور أكثر. الحادث في حيفا يعني لم يكن بالسهل، أقولها بصراحة، ولكن يعني جهوزية رجال الإطفاء وأيضا المساهمة التي يعني من الدول الأخرى، هنالك اتفاقيات عبد، يعني ما في مشكلة هون. لما في اتفاقيات ما في شك، يعني في هاي الدول اتصلت فينا وقالت نحن جاهزون كما إسرائيل. لما في السلطة الفلسطينية أي شيء، لما في اليونان، في تركيا، في أي مكان، دائما وفق هذه الاتفاقيات تقوم إسرائيل وسلطة الاتفاق يعني بالمبادرة، نحن مستعدون للمساعدة، وهذا ما حصل حاليا. ففي هاي الحالة تم هذا الشيء. بالنسبة للهيركول السوبر تانك الأمريكي وإلى آخره، كان أكثر يعني كخط دفاع وأيضا كحالة طارئة اللي ممكن لا سمح الله إذا تطورت الأمور أكثر إنه نحتاج أو نوصل لمرحلة أكثر من. أعزائي المشاهدين، معنا الأخ الصحفي زهير خوري. زهير، حبيت أنا أسألك بالنسبة للتغطية بشكل عام للأحداث، يعني كيف كنت تواجهوا كصحفية التصريحات اللي كانت تخرج، يعني خلينا نكون شوي صريحين، مثلا من قبل رئاسة الحكومة أو حتى من اليمين، إنه مباشرة اتخذوا القرار مين اللي افتعلها ومين اللي عملها، مع العلم إنه قاعد يتبين شوي إنه ممكن تكون حوادث طبيعية. طبعا مساء الخير. أول شيء الأخ كايد، يعطيك العافية على الجهود. زميل عزيز عليك الأخ عبد الحكيم. طبعا الأسبوع الماضي كان أسبوع للأسف الشديد نحكي بكلمة حافل بالناحية السلبية بموجة الحرائق. طبعا هذا كان يتطلب جهد ومسؤولية اجتماعية. طبعا من باب المسؤولية الاجتماعية الإعلامية كصحفي إني بمارس العمل الصحفي في الميدان. طبعا الألف باء تبع الصحافي إنه الصحفي لازم يكون معتمد بالأساس على مصادر المعلومات الصحفية، المصادر الأساسية. إحنا كنا طبعا باتصال مباشر مع الأخ كايد في الميدان اللي كان أكثر من 24 ساعة موجود تلفونه. طبعا إحنا بنشكره على انه كان معنا كل الوقت باتصال مباشر. طبعا كنا باتصال مباشر مع الشرطه للدخول الى. هل تعاونت معكم كل الاجهزه؟ طبعا في البدايه يعني بمواضيع الحرائق او اندلاع الحرائق الى مساحات كبيره في بلدات مختلفه، طبعا الشرطه تغلق الشوارع، ولكن جدا الشرطه وطبعا الاطفاء وطبعا سيارات الاسعاف التي تواجدت حرصا على سلامه الجمهور تمنح الصحفي، كل صحفي يعرض نفسه أنه صحفي، طبعا صحفي ميداني، صحفي يعمل في وسيلة إعلام تحترم نفسها، الحق الكامل حتى كانوا يقدموا المساعدات للوصول. وكان بس الموضوع اللي انت حكيت عنه، طبعا التصريحات الحكومية والى اخره انه الحرائق مفتعلة او غير مفتعلة. طبعا انا كصحفي انا اعمل بمسؤولية اجتماعية، طبعا لا يمكنني ان انقل اي خبر بدون مصدر معلومات رسمي وواضح ومؤكد وثابت، وطبعا كنا ناخذ المعلومات عن طريق المصادر الشفهية والمكتوبة. طبعا يعني انا عبد هون اتطرق بس جملة واحدة للاخ زهير. انا اشكر وسائل الإعلام العربية فعلا يعني في البلاد، وأيضا يعني كان في هنالك تغطية كاملة، كان في هناك تعاون أكثر كمان من منطلق يعني المسؤولية، من منطلق الحفاظ على سلامة المواطنين. فأنا حاولت قديش بقدر إنه تكون الأمور إرشادية، تكون توجهات، وبالتالي فعلا يعني الوسائل الإلكترونية وأيضا كمان يعني مواقع الإنترنت كان عنده المسؤولية الكاملة. الأكثر من هيك، اليوم في سلطة الإطفاء والإنقاذ يوجد مكتب ويتحدث باسم اللغة العربية، وهذا مهم جدا، لم يكن في السابق. نحن نتعامل بشكل رسمي وبالصورة الصحيحة وبالصورة المهنية مع كل وسائل الإعلام العربية، وأنا أقدر هذا الشيء، وهذا مهم للعالم
بشكل عام حتى للمواطن العربي والعالم العربي انه يطلع باللغه العربيه على ما يحدث في البلاد. حكايه بهمش اللي كانت قدامكم خلينا نقول او كل اجهزه الانقاذ كان خلينا نسميها نوع من الشيء الغريب انه خلال لحظات ممكن نضطر ان نخلي احياء كامله في حيفا. هل كانت عندكم جهوزيه كامله لاخلاء احياء؟ جهوزية. الهدف كان بالأساس يعني ما أخذنا ولا أي يعني نسبة معينة من أي شيء، يعني إنه نخاطر ونبكي يعني السكان موجودين. الهدف كما قلت عبد وكما ذكرت سابقا هو الحفاظ على سلامة المواطنين حتى قبل وصول يعني النيران أو ألسنة النيران لأماكن معينة، كما حصل في حرشيم، كما حصل في حيفا في بعض الأحياء اللي هي رميمة ومناطق أخرى. كان الهدف هو الإخلاء. الجهوزية اليوم لدينا طواقم خاصة ما يسمى باللغة العربية اليمار، يعني هذه الطواقم هي مماثلة أيضا لما يحدث في الشرطة، وهي تقوم بالتدريبات الخاصة من أجل هذا الشيء. طبعا بالتعاون مع جهات مختلفة. ما هو مدى تعاون السكان بشكل عام المواطنين وبالذات العرب؟ ما هو مدى تعاونهم يعني خلينا نقول محبي الاستطلاع؟ ما هو مدى تعاون؟ يعني اولا خطوره، يعني لا شك بانه لما في حاله يعني اخلاء، لا شك بانه كل مواطن يجب ان يتعامل مع هذه الامور بالمسؤوليه التي تلزم بان يحافظ على نفسه كمان، على حياته، على حياه الاولاد، على حياه العائله. هاي المشكله ما كانت عندنا اخي عبد، يعني بالعكس كان لما في حاله اخلينا مناطق معينه، كان اخلاء مناطق معينه في ام الفحم لما صار الحريق الكبير، يعني كمان التعامل كان بمسؤوليه. ولكن اين المشكله في وسطنا العربي؟ المشكلة نحن نحترم يعني كل من يريد أن يساعد، نحن نحترم كل من يأتي من أجل أن يقول أنا أريد أن أساعد، أن يدخل. ولكن هاي المشكلة عبد ممكن أن تقود إلى وقوع ضحايا، وبالتالي عرقلت وما حصل في عدة أماكن، عرقلت وصول طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى الأماكن بصورة صحيحة وفي الوقت المناسب. لا سمح الله يعني واحد بيجي بترك سيارته في الشارع وبيفتح السيارات وبيفتح الباب وبضل طالع، يعني كيف بدها تفوت السيارة؟ كيف بدها توصل سيارة الإطفاء؟ نعم. فبالتالي الأكثر من هيك كانت كمان صعوبة أكثر. يعني في أم الفحم كان تجمهر أدير قوي جدا، نعم، كبير جدا. نعم. يعني كان في هنالك أكثر تقريبا والمجمع أكثر من حوالي أعتقد 2000-3000 واحد هناك، لأنه حاولنا حب استطلاع. قلت وأقولها دائما، حياة الإنسان أغلى من حب الاستطلاع، وهذا المهم لنا، وأعتقد مهم لكل مواطن، لعائلته، لبيته، لأهله، لكل شيء. فبالتالي أرجو ومن خلال هذه المقابلة أنا أدعو جميع المواطنين وأقول نحن بقدر المسؤولية، ونقول شكرا للجميع، ولكن افسحوا المجال في مثل هذه الحالات لطواقم الإطفاء بالوصول. هدفنا إنقاذ حياة المواطنين والحفاظ على السلامة. زهير بدي أسألك قبل، وبعدين إذا بدك تسأل أنت بعطيك مجال. زهير، هناك نظرة عامة أن سيارة الإطفاء مثلها مثل سيارة اليسام، بهمش يعني مثلها مثل سيارة الماحش، مثلها بعرف شو هاي الأسماء كلياتها. هل تلمس أن هناك شعور لدى المواطن بشكل عام أنه هاي السيارة جاءت لتنقذني؟ بصراحة طبعا السؤال هذا طبعا بنقدر نجاوب عليه بمعيارين. انا اول شيء انا مش ناطق بلسان سياره اطفاء ولا شرطه، ولكن كصحفي اقول لك هنالك من خلال العمل الميداني هنالك صور نمطيه ايجابيه وسلبيه بحق كل مؤسسه وبحق كل سياره اطفاء، ان كانت اطفاء ام شرطه ام إسعاف أو أي شيء آخر. ولكن الجماهير العربية، ونتحدث بشكل خاص، لا ما زال لديها ثقة، مش مجاملة للأخ كايد، ما زال لديها ثقة بسيارات الإطفاء وطواقم الإطفاء. حتى شفنا في الأسبوع الأخير أطفال أو فتية دون ذكر أسامي اللي بلغت في بلدات عربية عن وقوع حرائق واتصلت في الشرطة، وبالرغم أنه الإلمام والمعرفة لديهم باللغة العبرية كانت بسيطة، ولكن حاول هذا الطفل أو ذاك توصيل رسالة واضحة للشرطة أنه يوجد حريق. وهذا يدل على أن سلطة الإطفاء ما زالت ثقة المواطنين العرب والجمهور العربي بها لا بأس بها، بل جيدة وأكثر. يعني اليوم أخي عبد، بس كمان أكمل جملة، مش مشكور زهير. اليوم يعني شفنا التضامن،
لنترك جانبا التصريحات وما قلت في البداية، أو إذا حريق متعمد أو غير متعمد. العامل البشري هو الأساس، إهمال أو متعمد لا شك بأن الصورة ستتضح في النهاية. وكما دائما أقولها، العامل البشري هو الأساس، يعني علينا أن نحافظ. ولكن التضامن الذي كان ما حدث يعني خلال هذه، يعني خلال الأيام الأخيرة، خاصة في حريق حيفا، كان اتصال شاسع. يعني بالنسبة لي اتصلوا في رؤساء مجالس، رؤساء بلديات، رئيس بلدية طمرة، جميع الناس أعربوا عن الاستياء، أعربوا عن استعدادهم، فتحوا حتى يعني فتحوا البلديات، فتحوا المراكز الجماهيرية من أجل الاستقبال. والأكثر من هذا حتى رجال الدين كان في اتفاق. هناك خطبة يوم الجمعة الماضية كان أكثر من 200 مسجد. يعني الحريق يسبب الضرر للجميع، ليس لواحد ولا اثنين. هذا يدل، وإذا دل على شيء، بأننا نحن في اتجاه إيجابي جدا كسلطة إطفاء إلى الوسط العربي. الإرشاد، الأيام الجماهيرية التي نقوم بها، التعاون. يمكن أنت بتقرأ في الإنترنت أكيد يوميا في تعاون، وفي كل أسبوع لقاء بيني وبين رئيس مجلس أو شيء بيعرب عن استعداده. الهدف هو إنقاذ، الهدف الحفاظ على السلامة. نحن هذا هو هدفنا الأساسي، ليس أي جهة، ولكن هنالك اتصالات. يعني ويجب تحييد الجانب السياسي، لا يمكن، لا يعقل أنه في كل شيء يفوت السياسة. ما دخلوا. زهير بتحب تسأل؟ بالإضافة إلى ذلك طبعا حديثكم بدي أدخل بموضوع التهيئة الاجتماعية لدى أبنائنا، طبعا الأطفال ثم أبناء الشبيبة. الإنسان في المجتمع العربي يترعرع ويكبر ويأخذ حيزا في حياته طبعا، ولكن كثير شغلات احنا بنتعلمها اليوم في حياتنا. سهل جدا الولد يروح يمارس أي نوع من الرياضة أو أي نوع تفعيل آخر، ولكن موضوع التوعية والإرشاد بسياق طبعا الحرائق. احنا بدنا ناخذ موضوع الحرائق إسا. كيف يجب على فتى ابن 13 عاما أن يتصرف كإنسان يريد إنقاذ حياة عائلة أو حي كامل أثناء التبليغ عن حريق؟ يعني زهير، أولا علينا أن لا نترك هذه الأمور أكثر لفتى أو للأطفال أو شيء. دائما أنا أقولها، الأطفال، الفتيان، الطلاب، يعني الشباب الصغار، علينا دائما أن نهتم بالتربية وأن نرافق وأن نمنع مثل هذه الأمور. ولكن في مثل هذه الحالات لا شك بأنها حالة قد تكون مهمة جدا، وكيف يقوم بذلك. أنا أترك هذا الموضوع. إذا إحنا بنحكي عن حريق في بيت أو في منزل، ممنوع أو في البداية ممنوع نترك الأولاد لحالهم، يعني هذا مهم جدا. الشيء الثاني في مثل هذه الحالة، أعتقد بأنه أول خطوة بالنسبة، نحن على أبواب فصل الشتاء كمان، حرائق كثير بتصير في البيت من دفايات وإلى آخره، وحدث في أكثر في الوسط العربي هاي الأمور. في هاي أكثر الدفايات اللي بسموها سبيريلي، هاي مع الأسلاك اللي هي خطيرة جدا. كل هذا كما حدث في راحت. فبالتالي المهم هو المنزل، المهم هو العائلة، أن لا نترك الأطفال أو لا نترك الطلاب الشباب الصغار أو لا نترك أي شيء. ولكن في مثل هذه الحالة أعتقد بأنه الشيء الأول هو أنه الخروج من البيت أو الخروج من المكان. هنالك بدالة رقم 102. رقم 102 بأي شكل من الأشكال دائما يعني بترد على هذا. ولكن في مثل هذا بعتقد أنا أنه لازم يسلم زمام الأمور، هو شخص أوعى، أو يتصل في أهله أو يتصل في أي ناس ثانيين اللي ممكن هن يساعدوا. فبالتالي بنوصل في هذا المرحلة. في نقطة مهمة جدا، يعني اليوم إحنا نحاول تقصير سرعة الزمن. الأخ عبد، كيف نقصر سرعة الزمن؟ نحن اليوم ببرمجة جديدة بكل ما يتعلق بعمل سلطة الإطفاء والإنقاذ في الوسط العربي. أولا الأيام الجماهيرية، التعاون المشترك، يعني توعية الطلاب، الإرشاد، والأكثر من هذا نحن نقوم بفتح نقاط جديدة في الوسط العربي. هذا اللي كنت أسألك إياه، ما سألتني. فاليوم عندنا برمجة للكثير من هذه النقاط. فتحنا في باقة الغربية، فتحنا في جولس، فتحنا في المغار، على صدد انه نفتح محطة كبيرة في عرابة. حاولنا ان نفتح يعني محطة مؤقتة في طمرة، ولكن للأسف كانت المشكلة اكثر هي يعني بيروقراطية من البلد، من الأمور اللي بتتعلق في المبنى نفسه. كل هذه الأمور هي مهمة جدا. والأكثر من ذلك تجنيد كمان يعني رجال إطفاء من الوسط العربي كمان له نقطة، يعني هن بيعرفوا البلد،
أكيد. لما انا بدي اجي مثلا من برا من كرميل وبعرفش كل الطرقات في سخنين او في كفر كنا، اجي من الناصري لما في ابن البلد اللي هو رجل اطفاء يعني هو بيوجهنا باقصى سرعه. هذا هو الاساس في توجهنا للوسط العربي. جاوبتك انا اولا على جاوبت على السؤال اللي انا بدي اسالك اياه. واخيرا نسال الله السلامه وعن مشاركه الدفاع الوطني الدفاع المدني الفلسطيني بعمليات اخماد الحرائق في البلاد والعمل الانساني الذي لاقى ردود فعل ايجابيه بعيدا عن الصراع السياسي في خدمه الطبيعه والانسانيه. كان لنا هذا التسجيل الصوتي مع نائل العزة مدير الاعلام في الدفاع الوطني الفلسطيني. كيف حالك استاذ نائل؟ الله يحفظك، الله يديمك. هلا حبيبنا، الله يعطيكم الف عافيه على العمل اللي فعلا يعني عمل عظيم كان، انكم شاركتوا في اطفاء الحرائق اللي صارت في منطقه حيفا، وحابين هيك نسال استاذنا نائل عن بعض الاسئله. السؤال الاول ممكن يكون فيه شائك شوي، هل تعتبر ان العمل الذي قمتم به على اسس سياسيه ام ذلك عملكم في سلطه الاطفاء؟ طبعا يعني الدفاع المدني الفلسطيني هو كباقي أجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية العالمية، يعمل في مجال الخدمة الإنسانية، وواحدة من أولوياته حماية الأرواح والممتلكات والبيئة والموروث الثقافي. ووفق هذه الاستراتيجية التي يعمل عليها الدفاع المدني بنى قدراته من أجل أن يكون هناك فريق وطني قادر على أن يقدم خدمات في الإقليم أو في دول العالم المختلفة. نعم أستاذي العزيز، هل تعاونت معكم السلطات الإسرائيلية كما يجب؟ يعني كيف أنتم شفتوا كان في تعاون مع طواقم الإطفاء؟ نعم، الدفاع المدني الفلسطيني أرسل 8 طواقم إطفاء، 4 من هذه الطواقم ب20 ضابط وفرد إلى حيفا، و4 طواقم ذهبت من رام الله إلى القدس، وهي أيضا 4 مركبات إطفاء و20. المجموع الكلي كان 41 رجل إطفاء. العملية هي عملية ميدانية عملياتية تعتمد على الخرائط وأماكن الحرائق الكبيرة، والتعاون بين رجال الإطفاء في العالم واحد هو لغة واحدة. كيف يمكن لهذا المجموع الكبير من رجال الإطفاء أن يواجهوا مخاطر كبيرة تهدد حياة السكان أو تهدد ممتلكاتهم أو الأراضي الزراعية أو الأحراش أو البيئة المحيطة؟ بعتقد كانت العملية عملية ميدانية بحتة، سادت لغة العمل المهني في هذا الإطار. لم يكن هناك أي تمييز، لم يكن هناك أي تفرقة أمام رجال الدفاع المدني، وخاصة أنهم قاموا بعمل انطوى على مخاطر كبيرة، وخاصة عندما قامت الطواقم بالمحاولة في إخماد حريق كبير نشب في محيط محطة كهرباء مركزية في القدس، وتعرض الطواقم لخطر شديد، وهذا ما أبلغنا عنه من مجموعة من فرق الإطفاء التي كانت تعمل هناك، خاصة أنه الفريق فرق الإطفاء كانت تعمل منذ 5 ساعات من أجل إخماد هذا الحريق، إلا أنه مغامرة وشجاعة بعض رجال الدفاع المدني في تلك المنطقة مكنهم من إخماد الحريق في أقل من نصف ساعة بهذه المغامرة. فنحن نعتقد بأنه مساهمة الدفاع المدني الفلسطيني إلى جانب كل الفرق التي عملت في تلك المنطقة كان لديهم هدف واحد، وأنت تعلم أن العمل في وقت الخطورة وعندما يكون هناك خطر يهدد حياة من محيط حولك هي مسألة تتعلق بالغريزة الإنسانية، ولا يوجد هناك ما يمكن أن يطغى على هذه الغريزة، هي البقاء والمساعدة الآخر. الله يعطيكم العافية أخي العزيز نائل، شكرا لك، وإن شاء الله بنتمنى أنه تظلكم بنفس القوة ونفس الهمة، وربنا يبعد كل الحرائق عنا كلياتنا. شكرا. احنا شكرا لك، احنا قويين بنفس الناس اللي ممكن تدرك دورنا واهميته. احنا مدركين دوركم انساني بالدرجة الأولى. حياكم الله والله يعطيكم ألف عافية، وشكرا لك يا عزيز. شكرا جزيلا حبيبي، شكرا. اهلا. وأخيرا يبقى السؤال: ما هو السبيل للخلاص من نيران الحرائق؟ وهل سنبقى نبحث عن حلول وعن جهوزية البلاد لذلك؟ فالنهاية مفتوحة نتركها للزمن. طبعا نسأل الله السلامة من كل حريق سواء كان أحراش أو في البيوت. شكرا لكم وإلى اللقاء.
أنا أريد أشيد بكلمة مهمة جدا إذا حكيت عن الدفاع المدني الفلسطيني. يعني أنا باسم سلطة الإطفاء وباسم المسؤولين نشكر الدفاع المدني الفلسطيني والسلطة الفلسطينية على هذه المبادرة الحسنة. لا شك بأنها مبادرة مهمة، وكما قلت أخي عبد بعيدا عن السياسة، فالتعاون من أجل إنقاذ حياة، التعاون من أجل يعني سلامة الجميع والعمل المشترك، ونحن نقوم بعمل مشترك واتصالات أيضا مع الإخوة الفلسطينيين بكل ما يتعلق بهذه الأمور. لا شك بأن الدفاع المدني أبدى، وقلتها بصراحة، أبدى جهوزية ومهنية في كيفية التعامل مع الحرائق، وأعطنا حرية التصرف في حيفا أو في القدس وفي أي مكان آخر. علاقاتي كانت كبيرة مع السلطة الفلسطينية وأنا في التلفزيون بهذه الفترة. ولا شك بأننا على الطريق الصحيح من أجل بناء يعني خطوات مشتركة هدفها الحفاظ على سلامة الجميع. شكرا لك أخي كريم، بارك الله فيك. شكرا لكم أعزائي المشاهدين. كان معكم عبد الحكيم دهامشي مقدم البرنامج، وساعده بالإنتاج والإخراج عمار عواودي وصامد عواودي، والله يحمي بلدنا، وإلى اللقاء.